زي ما قريت في الكابشن بتاع الفيديو، ان شاء الله النهارده هنتكلم على انك ازاي تقدر تتعلم الانجليزي في 3 شهور بس. وايوه يا صديقي، ايوه تاني، انت تقدر تتعلم الانجليزي في 3 شهور بس. طبق الكام ستيبس اللي هنتكلم عليها النهارده، واوعدك وعد شرف انك في خلال ال3 شهور او في اخر ال3 شهور انت هتبقى معاك اللغه. والف مبروك، انت بقيت معاك لغه، زائد انك حليت معضله التعلم الانجليزي، لان احنا زي ما عارفين ان الانجليزي مهم جدا واتكلمنا في الموضوع ده. ولكن قبل ما ابدا الفيديو انا عايز منك حاجتين بس. اول حاجه انك تركز كويس جدا جدا في الفيديو بتاع النهارده، زائد انك تسبسكرايب في القناه. ثاني حاجه ودي المهمه، وهي انك تطبق الستبس اللي هنتكلم عليها النهارده. يعني مش لمجرد انك هتركز في الفيديو ومش هتطبق الستبس، لان انا عايز اقول لك الموضوع في الاول وفي الاخر منك انت لو عايز تتعلم انجليزي ان شاء الله ربنا يكرمك وتطبق الكام ستبس اللي هنتكلم عليها النهارده. وزي ما وعدتك انك والله لو طبقت الستبس بتاعت النهارده هتتعلم انجليزي. ولكن لو ركزت في الفيديو بتاع النهارده وما عملتش اي اكشن وما عملتش اي فعل، فام سوري الفيديو هيبقى زيه زي غيره، مش هتتعلم انجليزي. فزي ما قلت لك الموضوع في الاول وفي الاخر بينطبق عليك انت. هل انت فعلا محتاج انك تتعلم انجليزي؟ لو محتاج يا صديقي اوعدك انك بعد ما تخلص الفيديو ده وتطبق الكام ستبس اللي هنتكلم عليها النهارده في خلال ال3 شهور، الف مبروك انت معاك اللغه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، فيديو جديد مع كريم نور. وعلشان ما نربطش كتير خلينا ندخل في اول بوينت واهم بوينت في انك ازاي تتعلم انجليزي في 3 شهور. اول بوينت، وبصراحه هي دي اهم بوينت، وهي البوينت اللي هينطبق عليها او اللي هيترتب عليها كل الكلام اللي احنا هنقوله بعدين، وهي انك تحط هدف محدد. ركز في كلامي، انا قلت تحط هدف محدد، مش انك تحط هدف وخلاص. لا، انت في البوينت دي هتحط هدف محدد وقابل للقياس. ازاي؟ انا عايز اقول لك في البوينت دي انك ما تبقاش تايه، ما تحطش هدف والسلام. يعني ما تقولش مثلا انك عايز تتعلم انجليزي وتسكت، لان ده هدف مش واضح. طب ازاي احط هدف واضح وهدف قابل للقياس واقدر ان انا احققه؟ اول حاجه واهم حاجه انك هتكتب في النوتس بتاعتك او الكراسه بتاعتك او حتى النوتس بتاعت التليفون بتاعك انك في خلال ال3 شهور الجايين انت هتتعلم انجليزي. ده هدف واضح. طب ازاي يبقى قابل للقياس؟ هتقول ان شاء الله في خلال ال3 شهور دول او في نهايه ال3 شهور دول، اولا هيبقى عندي فوكاب كتيره جدا او حصيله كلمات كتيره جدا وقويه جدا، زائد ان الهدف بتاعي ان انا اقدر اعمل كونفرزيشن او اقدر اعمل محادثه مع اي شخص بالانجليزي، محادثه كامله من A to Z بالانجليزي وما هنكش خالص، واقدر ان انا اتعامل بالانجليزي. ده الهدف اللي قابل للقياس، ان انت ان شاء الله لما يخلص ال3 شهور تقيس الهدف بتاعك. هل انت فعلا عملت فوكاب كتير او عملت حصيله كلمات كتير او بقيت عندك حصيله كلمات؟ هل انت قدرت انك تعمل كونفرزيشن مع حد اجنبي او مصري المهم انه يبقى بيتكلم لغه محادثه كامله جدا A to Z؟ هو ده بالظبط الهدف القابل للقياس. هتشوف وهتقيس تطورك في اللغه او تطورك في اي هدف في العموم. تيجي بقى في اخر ال3 شهور او في اخر المده اللي انت حاططها الهدف بتاعك، تشوف لو حققت 60 او 70% من الهدف بتاعك حلو جدا جدا، وكيب جوينج يا برو. واتكلمت في البوينت دي قبل كده او في فيديو قبل كده، كنت اقول انك لما تحط هدف واضح وقابل للقياس ده بيحط عليك مسؤوليه، وده بيزود من عليك المسؤوليه للدرجه اللي تخليك تقدر تحققه او للدرجه اللي تخليك تبدا انك تعمل. حته انك تحط هدف قابل للقياس دي مهمه جدا جدا. كده خلصنا اول واهم نقطه، واللي زي ما قلت ان هي هيترتب عليها كل البوينتس اللي جايه بعدين. ثاني حاجه في بدايه تعلمك للغه، عايز اقول لك انك تحاوط نفسك بالانجليزي. ازاي تحاوط نفسك بالانجليزي؟ ببساطه شديده، كتر تلقيك للغه او كتر تعرضك للغه في يومك بيخلي اكتساب اللغه او بيخلي انك تاخد اللغه او انك تتعلم اللغه اقوى واسرع واجمد كمان. عايز اقول لك انك تحاوط نفسك بالانجليزي، خلي كل حاجه من حواليك بالانجليزي. التليفون بتاعك اللغه بتاعته خليها بالانجليزي، لو اللاب بتاعك برضه بالانجليزي، الايباد بالانجليزي، الكتب لو انت بتقرا خلي القرايه بتاعتك بالانجليزي، لو انت بتسمع فيديوز خلي الفيديوز بتاعتك اللي انت بتسمعها بالانجليزي. ببساطه شديده انا في فتره تعلمي للاسباني، انا عايز اقول لك ان انا بعد اسبوع من تعلمي للاسباني عملت الكلام ده. الفون بتاعي خليته بالاسباني، الفيديوز اللي انا بسمعها بالاسباني، التايم لاين بتاعي كله بيجي بالاسباني حرفيا، فحوطت نفسي بالاسباني. وانت كذلك هتحوط نفسك بالانجليزي لو عايز تتعلم انجليزي. يعني خليك هادي جدا كده، وحاول انك تخلي التايم لاين او اللي هي المنشورات اللي بتيجي على السوشيال ميديا عموما، فيسبوك تيك توك او اي حاجه، باللغه اللي انت عايز تتعلمها بالانجليزي. الموضوع ده حلو جدا، والموضوع ده بصراحه قوي جدا. انا والله خدت فتره في تعلم الانجليزي ان انا حرفيا كان كل التايم لاين او كل النيو فيدز بتاعتي او المنشورات بتاعتي كانت كلها بالانجليزي. الافلام لو انت بتسمع افلام خليها بالانجليزي، المسلسلات كذلك بالانجليزي، كل حاجه انت بتعملها في حياتك خليها بالانجليزي. البوينت الثانيه او البوينت الثالثه اللي هتخليك تتعلم انجليزي في 3 شهور، وهي انك تستعمل الكتابه، انك تكتب. بص يا صديقي، احنا في بدايه الفيديو اتفقنا مع بعض وهنبقى رجاله مع بعض، وقلنا ان احنا هننزل نفسنا ال3 شهور. انا عايز اقول لك انك تجمد واسترجل في ال3 شهور، خليك راجل في ال3 شهور دول. موضوع الكتابه قد يبدو صعب او قد يبدو اللي هو مستفز شويه وممل، ولكن موضوع الكتابه مهم جدا جدا. انا هجيب لك دليل واضح وملموس عن اهميه الكتابه وازاي الكتابه خلتني اتعلم لغات. دقيقه، دي النوتس اللي انا استعملتها علشان اتعلم انجليزي، ودي النوتس اللي انا استعملتها علشان اتعلم اسباني. كتابه لازم تكتب. طيب فائده النوتس دي في ايه؟ بصراحه النوتس دي مهمه جدا جدا لاي حاجه في العموم كمان، مش تعلم اللغه بس. خلينا بس في الحته دي نتكلم عن الانجليزي او للغه. انت في تعرضك للغه كل يوم اكيد بتقابل حاجات جديده، كلمات جديده، ايديومز جديده او جمل جديده. فهنا بقى بتجي اهميه النوتس، انك بتكتب كل حاجه جديده وكل حاجه انت مش عارفها في اللغه في النوتس دي، بتبحث عنها، بتعرفها، بتكتبها في النوتس بتاعك. بس موضوع سهل يا صديقي. موضوع الكتابه بيشيل من عندك عبء ان انت مثلا هتنسى الكلام او انت هتنسى الفوكاب اللي انت شفته او الجمل اللي انت شفتها، ولكن الجمله اللي لمست معاك او الجمل اللي لقيتها بتتكرر كتير في الانجليزي لما تكتبها في النوتس بتاعتك وتراجع عليها كل اسبوع او كل شهر دي مش بتتنسي، فزياده فرصه انك تتقبل اللغه او انك تتعلم اللغه بتزيد. صراحه الكتابه مهمه، الكتابه مهمه لاي حاجه، يعني اي حاجه الكتابه عاده العظماء. في كولز كده بس انا مش فاكره دلوقتي، بس عديها.
البوينت الرابعه علشان تتعلم انجليزي في 3 شهور هي انك اسمع كتير، ابني حاسه السمع. لازم تسمع كل يوم الحاجه اللي انت عايز تتعلمها. ببساطه شديده الحاجه اللي انت عايز تتعلمها لو ما سمعتهاش او لو ما سمعتش عنها وسمعتش بيها مش هتتعلمها. لما بروح اقول لاصحابي يا اسطى لو انت عايز تتعلم انجليزي اسمع بالانجليزي، يجي يقول لي يا اسطى ايه الهبل اللي انت بتقوله، ازاي اسمع بالانجليزي وانا مش فاهم؟ ما هي دي الفكره، انت بتسمع علشان تتعلم. لو انت ما سمعتش انجليزي فانت عمرك ما هتتعلم انجليزي. لازم تسمع، ولازم اول اسبوع او اول اسبوعين تبقى بهيم او مش فاهم اي حاجه في الكلام اللي انت بتسمعه. الاسبوع اللي ثالث هيبقى فيه تطور وفي كلام بيدندن في ودانك. في البدايه زي ما قلت لك مش هتبقى فاهم حاجه، ولكن هي الفكره في كده انك تسمع الحاجه اللي انت عايز تتعلمها. فكده احنا متفقين مع بعض ان احنا علشان نتعلم انجليزي لازم نسمع انجليزي. الاضافه للبوينت بتاعت السمع دي ان انت بتسمع ومشغل الخاصيه بتاعت السبتايتل في الفيديوز بتاعتك، هي الكلام اللي هم بيقولوه بيظهر على الشاشه بتاعك. في كلمات اكيد انت مش هتبقى عارفها، يعني ده اكيد كمان. الكلمات اللي انت مش عارفها هتروح تسيرش عليها وتبحث عن معناها تعرفه وتكتبه في النوتس بتاعك. ودي اهميه النوتس اللي اتكلمنا عليها في البوينت اللي فات، ان الحاجات اللي انت بتتعرض لها او اللي انت بتسمعها بالانجليزي ومش عارفها بتسيرش عليها، بتعرف معناها، بتكتبها في النوتس بتاعك، ومن بين فتره والثانيه بتروح تراجع عليها علشان ما تنساها. خلي اتليست او على الاقل خالص تسمع نص ساعه في اليوم انجليزي، يعني تظبط على التايم بتاعك نص ساعه او 30 دقيقه تسمع انجليزي، جاست انجليزي. ترجل هم 3 شهور، يعني انا بقول اتليست لازم تزود لان انت عايز تتعلم في 3 شهور، فاتليست يبقى ساعه ساعتين. الموضوع في البدايه هيبقى رخم وهيبقى اوفر جدا واللي هو هتحس انك مش فاهم اي حاجه، ولكن والله يا صديقي مع الوقت مع شويه الستبس اللي انا قلت لك عليها دي او الخطوات بتاعت الكلمات والنوتس وانك تكتبها والكلام ده، والله هتلاقي تطور ملحوظ. البوينت الرابعه او الخامسه انا بصراحه مش فاكر، بس قشطه يا صديقي عديها لي، هي انك تتكلم انجليزي، تتحدث باللغه الانجليزيه. موضوع انك تتكلم باللغه الانجليزيه ده هيفيدك في نقطتين. اول حاجه انك لما تتكلم باللغه الانجليزيه انت كده بتمرن لسانك على انه يتكلم باللغه الانجليزيه، ولما يتكلم باللغه الانجليزيه ما يبقاش خايف. ان انت في البدايه لما تبدا تتكلم بالانجليزي هتحس الموضوع مش كويس شويه او مش لطيف او مش متعود انك تتكلم انجليزي، ولكن مع الوقت هتلاقي لسانك بيرطم انجليزي وبيتكلم انجليزي وتسكيه خالص ومش خايف خالص من انه يتكلم انجليزي. وهنا بتيجي اهميه انك تتكلم بالانجليزي. ثاني حاجه لما تتكلم بالانجليزي بتطور مهاره السبيكنج عندك او التحدث، وكذلك بتلاقي نقط ضعف لما تتكلم بالانجليزي فهتروح تصلحها عشان تعرف تقول كلمه literally اللي هي حرفيا. فلما تتكلم بالانجليزي كتير هتقدر تقول الكلمه دي وتقدر تقول اي كلمه كمان. طيب حلو جدا يا كريم، ولكن اتكلم ازاي بالانجليزي؟ اتكلم ازاي وانا ام سوري ولكن لو قلت اي حاجه بالانجليزي صحابي بيتريقوا عليا وبيبقى ضحك في الركب والكلام ده. بص يا صديقي، مبدئيا لو ما لقيتش حد تتكلم معاه او ما لقيتش اي ابس او اي ابلكيشن تعرف تتكلم مع ناس اجانب، اتكلم مع نفسك. والله يا صديقي لازم تتكلم مع نفسك 3 شهور، جاست 3 شهور. طيب لو ما عرفتش تتاقلم في حته انك تتكلم مع نفسك، حسيت ان هي بايخه وان هي مش ظابطه معاك، اقرا بالانجليزي، اقرا كتب او اقرا مجلات او اقرا بوستات على الانترنت بالانجليزي. بس في حته القرايه دي هنضيف حته علشان نمرن لساننا، هنقرا بصوت مسموع، يعني هنتكلم احنا وبنقرا. يعني الجمله اللي انا بقراها او الكتاب او البوست اللي انا بقراه من على الانترنت ده، الكلام اللي انا بقراه هطلع لساني فيه، هطلع لساني لدرجه ان وداني تسمع اللي انا بقوله. وعلشان نصحح الاخطاء بتاعتنا في النطق او ان انا لما اتكلم بالانجليزي بغلط، هنضيف حته هنا معلش بسيطه، وهي انك تسجل نفسك انت وبتقرا. ازاي؟ تفتح التليفون بتاعك وتعمل التسجيل، تدوس على علامه التسجيل، تسجل نفسك انت وبتقرا بالانجليزي. بعد ما يخلص التسجيل 3 دقائق او 4 دقائق عادي جدا تسمع نفسك، هتلاقي في حاجات مغلوطه كده او في حاجات مش مظبوطه معاك، فتحطها في دماغك في المره الجايه تاخد بالك منها فتعملها وتصلحها. keep going يا برو، انت كده جامد جدا والله. انا كده خلصت الفيديو. الموضوع على حسب، ممكن تشوف ان هو رخم جدا، ولكن يا صديقي انا زي ما قلت لك استرجل في ال3 شهور بس. 3 شهور بس قادره انها تغير حياتك، حرفيا ال3 شهور دول قادرين يغيروا حياتك. واللي شايف ان الموضوع ده يقدر يعمله، والله يا صديقي انت جامد جدا ما شاء الله عليك. ابدا بقى اعمل زي ما قلت في اول الفيديو ان انا محتاج انك تركز معايا في الفيديو بتاع النهارده، زائد انك تطبق الستبس دي. يعني لازم تروح وتطبق الستبس بتاعت التعلم دي. هنتفق اتفاق بسيط مع بعض، طبق شويه الستبس اللي انا قلتهم لك دول، وبعد 3 شهور تعالى وقيم نفسك. لو قدرت انك تتعلم انجليزي وحرفيا بقيت معاك اللغه الانجليزيه يا صديقي تعالى اشكرني في الكومنتس بس. ولو ما قدرتش واكتشفت ان الكلام اللي انا قلته ده بعد ما طبقته طبعا طلع غلط وكده، اعمل ان سبسكرايب يا عم، لان انت اوريدي هتكون عامل سبسكرايب. انا كده خلصت الفيديو، وفي الاخر thank you very much for watching and see you soon يا برو. تروق عليا سبسكرايب في القناه وفعل خاصيه الجرس. 100 100.